السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات ماما بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين تورتة شوكولاتة أو جاتو شوكولاتة أو ترليتشة أو أشطوطة اللي انتوا عايزين تسموها بيه سموها. هي كده حاجة حلوة ممكن تعملوها في أي مناسبة، حاجة حلوة وبسيطة جدا وأي حد ممكن يعملها. أتمنى إن هي تعجبكم. شوفوا معايا الفيديو للآخر. وصفة حلوة جدا وسهلة جدا. اول حاجة معايا مقادير الكيكة بتاعة الوصفة. معايا اول حاجة لبن، ده انا عندي هنا يعني ايه حوالي ربع كيلو لبن بس مش هستخدمه كله في الكيكة. ومعايا كوبايتين دقيق، وكوباية الا ربع سكر، وثلاث بيضات، ومعلقتين كبار كاكاو خام، وكوباية الا ربع زيت، وكيس بيكنج باودر، وكيسين فانيليا. اللي فوق السكر ده سكر بودرة، كان فيه كده حبة باقيين يعني، فقلت احطهم على السكر الخشن، هو سكر خشن اصلا. حطينا اول حاجة الثلاث بيضات وعليهم كوباية الا ربع سكر وكيسين الفانيليا، وهضربهم بالمضرب اليدوي العادي جدا، مش محتاج بقى ولا اي مضرب كهرباء او اي حاجة، تعمليها بالمضرب اليدوي، تعمليها بايديكي باي حاجة. هنضربها كده لغاية ما ندمجوا مع بعض الثلاث بيضات بكوباية الا ربع سكر خشن. حابة تسهلي على نفسك وتطحني السكر زي ما تحبي لغاية بقى ما يوصلوا كده. هنحط الكوباية الا ربع زيت، زيت طبعا نباتي، يا اما ذرة يا اما عباد الشمس، علشان ما يبقاش ليه ريحة، طبعا ما ينفعش زيت تموين. هنقلب الزيت مع البيض والسكر والفانيليا. بعد كده جبنا هنا بقى ايه الدقيق، كوبايتين دقيق، هنحط عليهم باكت البيكنج باودر او كيس البيكنج باودر، معلقتين كبار كاكاو خام، معلقتين كبار مليانين كده كاكاو خام، ورشة ملح صغيرة جدا، يبقى كوبايتين دقيق ومعلقتين كبار كاكاو خام وكيس البيكنج باودر ورشة ملح بسيطة. دي المقادير الجافة، وهنقلبهم كويس مع بعض جدا لغاية ما نلاقيهم الشكل ده. بعد كده هنحطهم على البيض والسكر والزيت اللي احنا ضربناهم مع بعض والفانيليا، كل حاجة بالمضرب اليدوي. ما عندكيش حتى مضرب يدوي، بس ما اظنش ان حد ما عندوش المضرب ده دلوقتي، هتعملي بايديكي، حابة تعمليها في الخلاط زي ما تحبي. هنحط مقادير الجافة كلها، ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، هتدوسوا على عنوان الفيديو هينزل لكم المقادير. وهنقلب بقى كده زي ما انتم شايفين بالراحة جدا. ومعايا بقى هنا الناحية التانية لبن. انا غالية اللبن ده، هو لبن سخن يعني مش سخن قوي، انا كنت غليته قبل ما احضر المقادير، بس هو يعتبر يعني سخن مش بارد. انا ليه عملته سخن؟ علشان انا عايزة الكيكة تبقى ناعمة. لو حابة الكيكة كده تبقى ناعمة مش مفرولة منك، تحطي اللبن عليها سخن علشان بقى يدوب لك كل المقادير دي في بعض، السكر بقى الخشن والشوكولاتة. دايما كيكة الشوكولاتة بحب اعملها يعني بلبن سخن، علشان بحس ان هي كده بتسيح الكاكاو، بتخليها ناعمة وبتخليها الشكل، تحس ان هي كريمة كده، تحس ان شكل الكيك بيبقى عامل زي الكريمة قبل ما يستوي. بص شايفين بتلمع كده ازاي؟ لغاية بقى نفضل نحط لبن. انا حوالي حطيت كوباية الا ربع لبن. انا مش بعمل مقادير قوي، انا بعمل حسب السمك بتاع الكيكة، انا عايزاها السمك اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا بقى صينية كبيرة مش صغيرة، حوالي 30. اي نعم يعني الكيكة يعني حبة صغيرة تتعمل في صينية صغيرة، دي لو كيكة عادية، بس انا حابة تبقى علو الكيكة بسيط، انا مش عايزة كيكة عالية لان انا لسه هزوق من فوق، انا حابة تبقى الكيكة كده واطية، يعني حاجة بسيطة علشان لسه هحط عليها حاجات من فوق وكده. شايفين الكيكة واصلة لفين؟ ويعني يستحسن ان انت تحطيها في صينية مربعة بتبقى اشيك واحلى، بس طبعا لو مش عندك طبعا تحطيها في اي صينية عندك، بس تبقى كبيرة، مقاس كبير يعني اكبر مقاس عندك في الطقم. وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 180
ده لو فرن كهرباء، وهنشغل تحت، وممكن اخر 5 دقايق نشغل فوق وتحت. لو فرن غاز هنشغل تحت بس، وبعد كده هنسيبها لمدة 45 دقيقة، او لا مش 45 دقيقة لان دي سمكها صغير، ممكن تقعد حوالي 30 دقيقة. بعد كده هنعمل كريم جانتيه، نص كوباية كريم جانتيه، ونص كوباية سكر بودرة، ونص كوباية لبن ساقع، لازم لبن ساقع متلج. حطينا نص كوباية الكريم جانتيه الخام، ونص كوباية سكر بودرة، ونص كوباية اللبن. انا زودت تاني بتاع قولي كوباية لبن، لان انا بعد كده زودت لبن في الاخر عشان كانت تقيلة شوية، انا مش عايزاها تقيلة قوي، لان انا يعتبر مش هلف بيها تورتة، انا بس هحطها من فوق. فانا ممكن تبقى سايبة عادي يعني. وحطيت كيس فانيليا علشان الكريم جانتيه ده خام، معلوش اي يعني فانيليا ولا اي حاجة. وهضربهم بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين، بس طبعا يستحسن يكون اللبن ساقع علشان يتضرب معاكي بسرعة. حابة تعمليه بمية عادي جدا، مش اشكال. زي ما تحبي. هفضل بقى اضربه لغاية ما يبقى السمك ده، وهحطه في التلاجة لغاية احسن حاجة تبدأي بيها الوصفة دي الكريم جانتيه. انا اول حاجة عملتها الكريم جانتيه، بس انا بعملك بالخطوات يعني، عشان ما ينفعش ابدأ معاكي اول الوصفة بالكريم جانتيه بس. بعد ما الكيكة طلعت بقى كده، ما خدتش 30 دقيقة لانها سمكها رفيع، هنخرمها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده، هنفحرها كده زي ما انتوا شايفين. بس طبعا بعد ما تطلع بنص ساعة كده، او ياريت مثلا نسيبها تبرد. وهنفضل بقى نفحر كده زي ما انتوا شايفين. وعندي هنا كوباية لبن كبيرة، عليها معلقتين كاكاو صغيرين خام، انا حطيت معلقة كمان بعد كده، وهنغليهم على النار زي كده اما بنعمل الهوت شوكليت من غير سكر ولا اي حاجة. بعد كده هنحطهم على الكيكة اللي احنا عاملينها. انا عايزة الكيكة تبقى ناعمة كده وطرية خالص زي فكرة القشطوطة بالظبط، بس القشطوطة بنحط لها لبن ساقع، مش الهوت شوكليت ده. بس انا عشان انا سخنت اللبن ليه علشان الكاكاو يدوب فيه، لان لو حطيت الكاكاو ني هتحسي يعني بطعم الكاكاو زي بودرة كده وانت بتاكلي الكيكة، فمش هينفع. عشان كده سخنت اللبن عشان تدوب فيه، وحطيته برضو سخن علشان يدوب لي كده الكيكة في بعض. بعد كده حطيت الكريم جانتيه اللي انا كنت حطاه في التلاجة. انا عايزة السمك بتاع الكريم جانتيه رفيع جدا، مش عايزة كريم جانتيه كتير، انا مش عايزة اكل كريمة كتير في قلب الكيكة. هي دي الوصفة كده، علشان ما تبقاش جزعة كده ويعني تبقى حاجة يعني ايه خفيفة كده. وهنبتدي بقى ايه نساوي الكريم جانتيه كله على الكيكة، هنحط كله لغاية ما يبقى الشكل ده. طبعا الكريم جانتيه غمق شوية علشان الهوت شوكليت اللي حطيته. بعد كده انا عندي شوكولاتة خام جبتها وعملت لها حمام مائي، وحطيت عليها نص كوباية لبن وحبة زيت، ولغاية ما ساحت على البخار بتاع المية. مش محتاجة اي حاجة، وهي سخنة كده هنحطها على الكريم جانتيه وهنسويها على الصينية من فوق. شوكولاتة خام بجيبها من عند العطار او اللي هم بتوع المستلزمات الحلواني. جبت حوالي يعني مثلا 8 كيلو من الشوكولاتة الخام، وحطيتها في طبق ازاز على مثلا كزرولة عندك، حمام المية بتاع الحمام المائي بتاع ال الشوكولاتة، وحطيت عليها نص كوباية لبن وحبة زيت، حوالي نص ربع يعني اقل من ربع كوباية زيت نباتي علشان يديني اللمعة دي. وبعد كده صبينا عليها الشوكولاتة زي ما انتم شايفين، وهنقعد بقى نسوي بيها الشوكولاتة. مينفعش نسيب الشوكولاتة اما تبرد، تحطوها وهي سخنة علشان تبقى السطح بتاعها مستوي زي كده. وبعد كده كان عندي كده شوية كريم جانتيه بقيتهم، حطيتهم في كيس وفتحت الكيس كده فتحة صغننة قوي، وهنعمل زي خطوط كده طولية على الكيس زي ما انتم شايفين. الكيس كان مقصوص من الناحية التانية وانا مش واخدة بالي، فكان عمال ينزل على الكيكة كده في النص، بس كده كده احنا بنعمل الشكل الاخر فمش بيبان حاجة. فانتوا تخلي بالكم يعني.
بصوا من الناحية التانية كان عمال ينزل وانا مش واخدة بالي خالص، كان مفتوح. فهتنزل حتة كده في النص اللي هي الحتة اللي انتوا شايفينها الكتلة دي. بس بعد كده هنجيب خلة اسنان او حرف اي سكينة رفيع، وهنفضل بقى نعمل كده عشان نعمل الشكل ده. يستحسن يكون الكريم جانتيه سايل مش في التلاجة عشان ينزل معاكي بسهولة. وهنفضل بقى نروح ونيجي كده ونعمل الشكل دوت. بجد كانت حلوة قوي، على ما اظن ان هي سهلة وما فيهاش اي حاجة خالص، واي حد ممكن يعمل. وكل ما بتقعد وكل ما بتحلو. طبعا بتحطيها في التلاجة. وهنقطعها مع بعض دلوقتي وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. شايفين بقى الشكل النهائي. انا حطيتها في التلاجة قبل ما اقطعها شوية علشان تبقى ماسكة نفسها. حطيتها حوالي نص ساعة او ساعة، بس يا ريت انتوا تخلوها اكتر، ساعتين مثلا. وقطعتها بقى من النص زي ما انتم شايفين علشان اوريكم القطعة. السمك الكريم جانتيه مش كتير قوي كده، مظبوط يعني. والشوكولاتة برضو حاجة خفيفة كده، وممكن اي حد يعملها في اي مناسبة. ممكن نقطعها زي الجاتو، يعني نقطعها 3 كده، 3 صفوف، ونقطعها قد مقاس قطعة الجاتو بالظبط. لو عملتيها كده هتعمل معاكي 15 قطعة جاتو، وبجد هتبقى حلوة. انا بعد ما قطعتها كده يعني ندمت ان انا ما قطعتهاش زي الجاتو بصراحة. يعني الصفين دول كده تقطعوهم زي قطع الجاتو. ان شاء الله هبقى اعملها لكم تاني واقطعها لكم زي الجاتو باذن الله. طبعا لو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.